هل صناعة المحتوى مربحة فعلًا؟ يعني إن أنت تطلع تصوّر فيديوز بس دي حاجة ممكن تدخّل لك فلوس؟ الإجابة المختصرة وفلوس كتيرة جدًا كمان. بس قبل ما تفكّر في المكسب لازم تعرف سؤال مهم جدًا وهو هل صناعة المحتوى مناسبة ليّا أصلًا والّا لأ؟ وده اللي أنا هاقوله لك في الفيديو النهارده. على عكس صناعة المحتوى هي مهارة من المهارات اللي بتدخّل لك passive income اللي هو أنت بتعمل مجهود في البداية، بتصوّر مثلًا مجموعة فيديوز، بس بعد كده طول حياتك بتلاقي الفيديوز ديّة بتدخّل لك فلوس. حتى لو أنت صانع محتوى والفيديوز بتاعتك مش بتviral فأنت غالبًا محتاج تشوف الجزء ده من الفيديو. الفيديو اللي جايب 1300 فيوز جايب أرباح أكتر ب14 ضعف من الفيديو اللي جايب 250,000 فيوز. وبالمناسبة السن مش عائق أبدًا في صناعة المحتوى. أنا ما بقاليش كتير باقدّم محتوى، بس الحمد لله في وقت قصير جدًا قدرت أعرف معظم خبايا المجال أو الحاجات اللي ما حدش بيقول لك عليها، وعرفت أميّز لمّا حد يقول معلومة هل المعلومة ديّة هابدة فعلًا والّا هتفيدك وهتفيد الفيديو بتاعك وإن هو يviral ويجيب مشاهدات وكل الكلام ده. والحمد لله حققت نجاح كويس جدًا ليّا على يوتيوب في أول 3 شهور بس قدرت أوصل ل20,000 وعلى تيك توك 25,000 وبلاش أقول لكم على انستجرام كام لإن النمو هناك بطيء جدًا لسه حسابي 3000 بس الفكرة إن أنا الحمد لله قدرت أعرف إزاي الفيديو يviral وبقيت أعرف قبل ما أنزّل الفيديو هل الفيديو ده فعلًا هيviral وهيجيب فيوز كتيرة والّا لأ، والّا هو مجرد فيديو تعليمي أو فيديو باشرح فيه حاجة معينة فمش هدفه إن هو يجيب فيوز. لو ما تعرفنيش فأنا في الأساس مش صانع محتوى، أنا بس كنت اتعلمت مهارات كتيرة وأنا صغير ولمّا بدأت أشتغل وأجيب فلوس قررت أشارك تجربتي مع الناس. يعني تقريبًا في ال6 فيديوهات اللي فاتوا عندي كنت باتكلم عن تعلم المهارات، والفيديو ده برضه أنا باتكلم عن تعلم المهارات لأن صناعة المحتوى هي مهارة، لأن أنت لمّا بتتعلم صناعة محتوى فأنت بتدخّل فلوس زي أي مجال تاني، بس الفرق إن أنت مثلًا لمّا بتتعلم graphic design فأنت بتدخّل فلوس مقابل مجهودك اللي أنت حطيته. يعني مثلًا أنت قعدت تعمل design في ساعة فأنت هتاخد مقابل الساعة ديّة 50 جنيه مثلًا يعني. على عكس صناعة المحتوى هي مهارة من المهارات اللي بتدخّل لك passive income اللي هو أنت بتعمل مجهود في البداية، بتصوّر مثلًا مجموعة فيديوز، بس بعد كده طول حياتك بتلاقي الفيديوز ديّة بتدخّل لك فلوس. وأنا مش ضد المهارات التانية طبعًا، أنا لسه لحد دلوقتي شغال في وظيفة وشغال freelance، بس تقدر تقول إن صناعة المحتوى هي الside hustle بتاعك أو الحاجة اللي أنت هتشتغل عليها وتبنيها لنفسك، زي ما تبني business، زي ما تفتح شركة، زي حاجات كتيرة جدًا بتدخّل لك فلوس وأنت ما بتعملش مجهود ضخم أو بتاخد عائد كبير جدًا على المجهود البسيط اللي أنت هتحطه. هتعرف إيه في الفيديو ده؟ أنا هاقول لك من تجربتي في صناعة المحتوى في آخر 3 شهور ليّا، هل صناعة المحتوى مناسبة ليك والّا لأ، ومحتاج إيه عشان تبدأ تقدّم محتوى، وإزاي الفيديوز بتاعتك تviral وتجيب مشاهدات كتير. والجزء ده من الفيديو أو الجزء التالت من الفيديو اللي هو هيكون حوالي دقيقتين، ده تقريبًا أهم جزء في الفيديو، وحتى لو أنت صانع محتوى والفيديوز بتاعتك مش بتviral فأنت غالبًا محتاج تشوف الجزء ده من الفيديو، لإن أنا حرفيًا كنت باتمنى حد يشرح لي صناعة المحتوى بالشكل ده، أو يقول لي الموضوع يتلخص في إيه بالشكل ده. وبرضه هاقول لك موضوع الأرباح ده بشكل سريع، يعني هل إن الفيديو يكون جايب مشاهدات كتير ده معناه إن الفيديو ده حقق فلوس كتير لصاحب الفيديو؟ وفي الآخر هاقول لك شوية نصايح أو شوية غلطات يا ريت تتجنبها عشان تختصر وقتك وما تقعش فيها وبعدين تكمل طبيعي. فاعتبر الفيديو ده بدايتك لو أنت ما تعرفش أي حاجة عن المجال، أو حتى لو أنت صانع محتوى بس الفيديوز بتاعتك مش بتviral وأنت مش فاهم فيه إيه. وبرضه هتلاقي الفيديو متقسم من تحت لchapters كده، كل دقيقة من كذا لكذا أنا هاكون باقول إيه فيها، فتقدر تروح للنقطة اللي أنت عايز تروح لها. طيب الفيديو ده لمين أو صناعة المحتوى لمين؟ صناعة المحتوى لأي حد عنده حاجة يقدمها. يعني لو أنت حد زيي أنا كنت اتعلمت مهارات في سن صغير فشجعت الشباب إن هم يتعلموا مهارات، فقدمت محتوى عشان يعرفوا حاجة زي كده. فدي كده كانت تجربة وأنا حولتها لصناعة محتوى أو حولتها لمحتوى الناس تقدر تشوفه. نفس الكلام ينطبق عليك أو على أي حاجة أنت بتمر بيها في حياتك. يعني لو أنت مثلا حد جيماوي أنت بتروح جيم وفاهم في الجيم فتقدر تفيد الناس إزاي تتمرن في الجيم، تعمل إيه في أول يوم ليك في الجيم، وهكذا. لو أنت بنت بتعرفي ترسمي فتقدري تقدمي محتوى عن الرسم. أي حاجة أنت بتعملها في حياتك ما تستهونش بيها، لأن في ناس هيكونوا محتاجين الحاجة دي جدا ومستنيين حد يقدمها ليهم. فلو أنت عندك معلومة أنت ممكن تحس إن المعلومة ديت مش قيمة أو مش هتفيد حد، بس بالعكس هي ممكن تفيد ناس كتير جدا. أنا حسيت الشعور ده في البداية، قلت هو مين اللي محتاج يعرف إن أنت لو اتعلمت مهارة هتدخل فلوس؟ بس لما بدأت أنزل لقيت الحمد لله إن أنا أفدت ناس كتير جدا. فأنت ابدأ نزل، هتفيد الناس وهتفيد نفسك. وبالمناسبة السن مش عائق أبدا في صناعة المحتوى. أنا قدامك أهو لسه تحت ال 18 سنة، عندي 17 سنة والحمد لله قدرت أفعل الأرباح على الشانل بتاعتي، وقدرت أعمل شراكات مع شركة زي كلاود ويز اللي هي شركة هوستنج في مجالي. فالموضوع ملهوش علاقة بالسن أبدا. زي ما صناعة المحتوى مناسبة لبعض الناس برضه هي مش مناسبة لبعض الناس. فصناعة المحتوى إمتى تكون مش مناسبة ليك؟ باختصار جدا لو أنت مش هتتقبل النقد. يعني ايه مش تتقبل النقد؟ يعني مثلا انا محتوايا
مش مثير للجدل، انا بقدم محتوى، بقدم معلومه للناس. يعتبر المحتوى مفيد للناس اكتر ما هو مفيد ليا، لان انا هدفي في البدايه ما كانش ربحي. بس مع ذلك لقيت في ناس بيشتموا بدون سبب. يعني انت هتلاقي ناس بيشتموك على اي حاجه انت هتعملها، انت هتلاقي الناس دول فاضيين، بمجرد ما تنزل فيديو غالبا هيكونوا اصلا مشتركين في القناه بتاعتك، بمجرد ما تنزل الفيديو تلاقيه دخل شتمك باوحش الالفاظ او اوحش الحاجات اللي ممكن تتقال، لمجرد ان هو مختلف معاك في الراي او لمجرد ان هو ما عندوش حياه. انا استنتاجي للناس دول هو بيكون حد للاسف الحياه داست عليه، فبيشوف اي حد بيحاول يساعده هو نصاب او عايز ياخد منه فلوس او عايز ياخد منه حاجه. فلو انت هتقدر تتجنب الناس دول باي شكل من الاشكال، فصناعه المحتوى مناسبه ليك. محتاج ايه عشان تبدا صناعه محتوى؟ محتاج موبايل ومايك وشباك والبق اللي انت هتتكلم بيه. انت ممكن تحس ان الموضوع صعب، بس حرفيا كل اللي انت محتاجه هو الموبايل الشخصي بتاعك اللي انت بتتفرج على الفيديو ده منه، ومايك كويس عشان الصوت يطلع واضح، وشباك. انا دلوقتي بصور بالليل فانا عندي اضاءة، بس انت تقدر تبدأ بشباك، والاضاءة الطبيعية هي احسن اضاءة انت ممكن تبدأ بيها، وبقك عشان تقول بيه المعلومة اللي انت هتقدمها للناس. نيجي لاهم جزء في الفيديو. انت دلوقتي خلاص بقى معاك موبايل ومعاك المايك ومجهز المكان اللي هتصور فيه وكل الكلام الجميل ده، مع ان الكلام ده مش جميل قوي، هو يعتبر 10% من عوامل نجاح الفيديو. هتعرف ده برضو في الفيديو دلوقتي. ازاي الفيديو بتاعك يفايرل، او ازاي الفيديو يجيب مشاهدات. عشان الفيديو بتاعك يفايرل، الحاجه اللي انا فضلت ادور عليها كتير جدا، وكان كل الناس بيقولوا لازم تستخدم هوك قوي، لازم تعمل مش عارف ايه. باختصار جدا يا جماعه، عشان الفيديو يفايرل 90% من نجاح ان الفيديو بتاعك يجيب مشاهدات هي الفكره بتاعه الفيديو. 90% من نجاح الفيديو هي الفكره ومدى احتياج الناس ليها، مش الهوك، مش طريقه السرد، مش طريقه الكلام، مش الاضاءه، مش المكان اللي انت بتصور فيه. كل دي عوامل مساعده مهمه واهم حاجه فيهم برضو الهوك، بس ما بتتخطاش ال 10% من نجاح الفيديو. انت هتلاقي كل الناس بيقول لك الهوك هو اهم حاجه في الفيديو، بس يا فرحتي انت شديت المشاهد في اول 5 ثواني وخليته يقلب الفيديو بعد ما لقاش ان الفكره دي هتفيده او هتساعده باي حاجه في حياته. وبرضو الدليل على ده، خليني اوري لك حاجه. دول فيديوهين عندي على التشانل، هتلاقي فيهم واحد جايب 400,000 فيوز والتاني جايب 1300 فيوز. اللي جايب 400,000 فيوز ده، الفيديو ده انا كنت مصوره في طابة، كنت مصوره بطريقة عبثية جدا، كنت خارج اصلا وما كنتش كاتب سكريبت، كنت بصور عكس الاضاءة، كانت كل حاجة فيه مش مظبوطة، بس كان فيه فكرة مهمة جدا وهي الفلوس، اللي هي حاجة حرفيا اي حد في العالم محتاجها. اما الفيديو التاني اللي هو فيديو كلاود ويز ده، الفيديو ده تقريبا احسن فيديو عندي على التشانل من ناحية الاضاءة ومن ناحية طريقة الكلام ومن ناحية السكريبت ومن ناحية الهوك. بس في الاول وفي الاخر الفيديو ده كان تكنيكال جدا، ومش ناس كتير محتاجين يعرفوا اللي انا بقوله في الفيديو، على عكس الفيديو التاني بتكلم عن الفلوس، فكل الناس محتاجين يعرفوا ازاي يعملوا فلوس. بس مع ذلك خد بالك من حاجه مهمه جدا. انا هسالك سؤال دلوقتي وعايزك تكتب في الكومنتس، هديلك 3 ثواني تجاوب فيهم. انهي فيديو فيهم جاب لي ارباح اكتر؟ لو قلت الفيديو اللي جايب 400,000 فيوز فانت غلطان. الفيديو اللي جايب 1300 فيوز جايب ارباح اكتر ب 14 ضعف من الفيديو اللي جايب 400,000 فيوز. ده ان دل على شيء يدل ان الفيوز مش كل حاجه. طيب ازاي كده؟ لان الفيديو اللي جايب 1300 فيوز ده كان فيديو شراكه مع كلاود ويز، فبالتالي فيديو مدفوع، فارباح اليوتيوب مش عملاقه زي ما انت متخيل، بس الشراكات هي اكتر حاجه هتجيب لك فلوس في يوتيوب. عشان كده ان انت تظهر بشكلك، يعني زي ما انا طالع بكلمك كده، دي بتزود فرص ان انت تعمل شراكات مع ناس، وبرضه بتزود فرص الشغل. يعني هطبق المثال على نفسي، انا دلوقتي شغال عادي طبيعي ويب ديفلوبر، فصناعه المحتوى بتساعدني جدا في شغلي، لان الناس بتشوف الكونتنت بتاعي، بظهر اكتر للناس، فبالتالي بيجي لي شغل بشكل مباشر من اليوتيوب تشانل بتاعتي والسوشيال ميديا. فارباح اليوتيوب كويسه جدا وهتجيب لك فلوس كويسه، وهتلاحظ ده بعد ما تنزل اكتر من فيديو، واكتر من فيديو عندك يفايرال ويجيب مشاهدات كتيره. بس اللي هيجيب لك فلوس اكتر هي الشراكات، ان انت تقدر توصل لشركه تعمل معاها شراكه. وموضوع الشراكات او الارباح بتاعه اليوتيوب والكلام ده كله، ده محتاج فيديو كامل منفصل. انا اصلا مش عايز اشتتك بيه دلوقتي لان انت لسه بتبدا، ارباح اليوتيوب مش تنزل لك اول لما تبدا، فالفيديو ده يعتبر البدايه، فانا مش هشتتك بالارباح ومش هشتتك بكل الكلام ده. لو انت مهتم بحاجه زي كده، انا ممكن اعمل سلسله كامله لصناعه المحتوى، ويكون الفيديو التاني اللي بعد ده على طول ليه علاقه بالارباح. او انت اقترح عليا برضو انت حابب الفيديو الجاي يكون بيتكلم عن ايه، لو انت مهتم بالمجال. يعني ايه اكتر نقطه انت حاسس ان انت محتاج حد يتكلم عنها، وانا هعمل فيديو عنها لو انا عندي خبره فيها. فلو انا هختصر عليك الموضوع، ركز في الثلاث حاجات دول. اول حاجه انك تبدا وما تقلدش حد. احيانا هتلاقي فيديو حلو جدا بس اتعمل مليون مره، وانت لمجرد ان انت شفته جايب فيوز عند حد تاني هتقوم جاي مقلده، بس لما هتقلده هتلاقي ان الفيديو ده ما جابش عندك فيوز. فما تاخدش محتوى حد كوبي بيست، يعني ما تاخدش الفيديو بالظبط نفس السكريبت نفس كل حاجه وتنقله عندك. ممكن تاخد الفكره وتعدل عليها بطريقتك واسلوبك وتجربتك، يعني تخلي الفكره ممزوجه بشخصيتك انت، لان انت كده بتبني هويه. وانت لما تبني هويه فالناس هتكون متابعاك انت كشخصك، متابعين
متابعين نور مثلا لان نور بيقدم تجربته، مش متابعين نور لان نور بيقدم معلومه اتقالت 200 مره قبل كده. الحاجه التانيه، ابدا بالامكانيات اللي معاك. انا قبل ما ابدا هتلاقي اصلا اول فيديو عندي على انستجرام كنت بقول ان انا بقالي كتير عايز ابدا بس ما كنتش عارف اصور، ما كنتش معايا زاويه كويسه، ما كانش معايا اضاءه كويسه، فضلت شاغل بالي بالمواضيع ديت لحد ما ضيعت سنه كامله ما قدمتش فيها محتوى. بس بمجرد ما بدات عدى 3 شهور والحمد لله حققت نجاح كويس. لو كنت بدات من سنه و3 شهور اقعد اندم شويه عليهم، بس لو كنت بدات من سنه و3 شهور كنت اكيد هوصل لحاجه اعلى من اللي انا فيها دلوقتي. فالعبره من الموضوع ان انت تبدا باي حاجه معاك وبعد كده الموضوع هيتطور، انما لو فضلت تفكر هبدا ازاي وبايه مش هتبدا نهائي. تالت حاجه بخصوص النجاح وان الفيديو يجيب فيوز والكلام ده كله، ان الفيديو يجيب مشاهدات مش معناه ان الفيديو ناجح. ففي البدايه او حتى طول الوقت ما تركزش على مشاهدات الفيديو، تركز عليها بس عشان تحسن اداء الفيديو. يعني مثلا في فيديو عندك واقع على الشانل، فانت عايز تحلل هو واقع ليه، فتقوم جاي داخل تشوف مثلا الصوره المصغره، تشوف التايتل اللي انت كاتبه، تشوف ايه العوامل اللي خلت الفيديو ده يفشل، انما ما تقعدش باصص للفيوز وتقيس نجاحك بالنسبه للفيوز. النجاح الحقيقي ان انت تستمر فعلا وبعد كده هتلاقي كل الحاجات ديت جات لك. لو انت شفت الفيديو لحد هنا فتقريبا انت كده عرفت اول خطوه ليك في صناعه المحتوى. اكيد في خطوات كتيره وفي حاجات كتيره هتقابلك. لو انت مهتم ان انا اعمل سلسله كامله بتكلم فيها عن صناعه المحتوى اكتب لي، قول لي ايه الحاجات اللي انت حاسس ان هي هتكون عقبات بالنسبه لك في المستقبل او عقبات بالنسبه لك دلوقتي. وبالتوفيق.